حنا اليوم كنتواجدوا في اليوم الختامي ديال المعرض اللي عرف توزيع الجوائز ديال احسن الابقار. وكما كتشوفوا هذه هي البقره ديال صنف والماس زعير اللي خدات الجائزه الاولى هنايا، وخدات الجائزه الاولى على مستوى المعرض، لان كان فاش جا السيد رئيس الحكومه السيد خنوش ذاك العشاء الملكي راه توجت بواحد زعما. حنا كفيدراليه كنجيبوا 16 ديال الكسابه، كل 16 كسابه، وكنجيبوا 16 ديال البقر، 4 البقرات، 4 العجوله، 4 العجلات، 4 ديال التيران، وكنديروا واحد المباراه وطنيه كدوز فيها واحد اللجنه مختصه فيها وزاره الفلاحه، فيها الفيدراليه، فيها الجمعيات المهنيه، وكنعطيو الجوائز للاربعه الاولين المتفوقين. الجائزه الاولى للبقرات، الجائزه الاولى للفحول، الجائزه الاولى للعجلات، والجائزه للعجول. واليوم هما دابا اللي كانوا شتيو ذاك الساعه تصوبنا هذاك. وهذه السلاله هذه راه سلاله اصيله للاسف، هي السلاله المغربيه دابا اللي باقا مازال كاينه. سلالات اخرين اندثروا بحال ديك لا برود لاطلاس القهويه ديال الاطلس مشات، لا تيدي لي في المنطقه ديال ما بقاش فيها بزاف. وهذا البقر هذا كيمتاز بواحد الخاصيه كبيره، انه كيصبر متاقلم بزاف في المنطقه التواجد ديالو هي والماس ايتي الشوب وقشمير. هذا البقر كيصبر الحراره بزاف، كيصبر لان والماس كتوصل حتى 47 درجه في الصيف، وفي ايامات البرد هذا العام كطاح الثلج تقريبا حتى كتوصل حتى ناقص 4 ناقص 5. وهذه السلاله هذا البقر هذا كيصبر حتى على الامراض ديال البوسفير، وكيعيش في الغابه. دابا الحمد لله هذا العام دابا مزيان، دابا من شهر 3 حتى لشهر 9 هو غير كيرعى، كياكل الاعشاب وكياكل الكروش وهذا، وكيعطي واحد الانتاجيه عاليه. واللحم ديالو عنده واحد الخاصيه كبيره، انه بالفرنساوي تريسي كيلو رطب، الا كليتيه دابا يجيبك بحال كتاكل الغنمي. علاش؟ لان كيرعاو في الاعشاب العطريه وهذا، دوك اللحم ديالو مزيان. وكذلك الحليب ديال هذا البقر هذا سميتو المستوى ديال الدهنيات ديالو ديال البروتينات عالي بزاف. نحن اليوم نتواجد في حلبة الانتاج قطب تربية المواشي أو الإنتاج الحيواني، ونحن فخورون اليوم لأننا حصدنا واحد الأعداد كبيرة ديال الجوائز. فيما يخص الجوائز اللي تحصلنا عليها، عندنا 16 جائزة فيما يخص سلالة أبقار والماس زعير، وهي السلالة المحلية الأصيلة اللي كيتوفر عليها المغرب حاليا وإقليم الخميسات تابع لجهة خصوصا. فيما يخص سلالات أخرى الحليبية كذلك حصلنا على جوائز فيما يخص هذا الصنف الحليبي، وهذا ما جاش من فراغ، هذا جاء نتيجة يعني واحد العمل جاد ديال مربي الماشية في الجهة، اللي هما يعني عندهم واحد الشغف لتربية المواشي، وعندهم واحد الشغف كبير باش يربيو هذه السلالات، سواء كانت سلالات حليبية أو سلالات لحمية. فيما يخص مساهمة الجهة في الإنتاج الوطني، فالجهة كتساهم ب20% في الإنتاج الوطني لإنتاج الحليب، كما كتساهم بأكثر من 10% في إنتاج اللحوم الحمراء. وفي هذا الإطار وفي إطار استراتيجية الجيل الأخضر قمنا بإنشاء مجزرتين معتمدتين ببقنادل وكذلك بالقنيطرة، باش يعني هاد المجازر تكفي عدد يعني الذبائح في الجهة. هذا كمشروع اللي هو داخل في برنامج تهيئة يعني مراكز ونقط يعني ديال الإعداد ديال اللحوم الحمراء في ظروف جيدة تتماشى مع احترام معايير السلامة الغذائية.